قاعده كده لقيت ابني داخل عليا بيقول لي يا ماما انا جالي استدعاء ولي امر وعايزينك في المدرسه ضروري. قلت بس كده اما اعمل بقى ياسمين عز بسرعه واروح لهم، لان ابني قايل لهم ان مامته تبقى ياسمين عز. قلت اصلا انا وهي يعتبر توأم بالظبط. رحت جايبه المرطب بتاعي وقعدت ارطب كده، وجبت شويه قهوه كده وشربت عشان افوق. ما انا قايمه يا جماعه من الفجر علشان اجهز عشان مدرسه ابني. قلت كمان هعمل بقى في وشي كده بالروج الاحمر علشان خاطر هي وشها دايما بينك ومدي على لون بينك كده. قلت هعمل بقى اللون البينك ده عشان لما اروح المدرسه بتاعه ابني يقولوا ايه ده ياسمين عز فعلا جت، ما يبانش ان انا حاطه اي مكياج ولا اي فاونديشن. فعملت خطوه الروج الاحمر دي قبل الفاونديشن عشان خاطر ما يبانش ان انا حاطه ميك اب اصلا. تمام. شفت وشي بقى احمر قوي ازاي. ابتديت ان انا كمان اجيب الفاونديشن واوزعه على بشرتي علشان خاطر بشرتي كده تظبط ويبقى لونها بينك وحلو. لو لسه بتتفرجي قولي لي بتتابعيني منين، وما تنسيش تعملي لايك وتفرجوا بقى على اللوك للاخر وقولوا لي تدوله كام من 10 وشبه ياسمين كمان ولا لا. 10 وحطيته ورفعت بيه خدودي، وجبت كمان الكونتور ورحت شاده بيه وشي لان الكونتور بتاع وشها مشدود كله. وبعدين جبت العدسات بقى وابتديت ان انا احطها كده وعقمتها في بقي وحطيتها، وجبت البودر ثبت بيها عشان اعرف ارسم الحواجب وارسم كل حاجه وارسم كمان وشي. جبت كمان التاتو بتاع كيكو ده بتاع الحواجب، سمعت ان كذا حد بيقول عليه حلو وجربه، وقلت اجربه بس بصراحه ما عجبنيش قوي. انا بتعجبني الحواجب الشقرفيه اكتر لانها مش درجه حواجبي حتى. المهم جبت بقى اللزق وقلت يلا هعمل رسمه العين بسرعه جدا، ونسيت طبعا اركب السنان. لازم اركب السنان، ما ياسمين عز اسنانها بيضه قشطه. جبت بقى الميك اب دي الباليت دي بتاعت مايت سينما، وجبت اللون البني المحروق ومكست معاه لون رمادي زي ما انتم شايفين كده، وقعدت ادمج في العين كويس قوي. لو لسه بتتفرجي ما تنسيش تعملي لايك وتقولي بتتابعيني منين. وبعدين جبت الكونسيلر وفتحت العين من قدام، عملت كده نص العين من قدام اللي هو عارفين الكات اي، اللي عملت بقى النص مش الكات كلها خلاص. ودمجت كده كويس وجبت لون ابيض شيمر ورحت حطاه على عيني من قدام علشان خاطر يدي تنويره للعين. وعملت بلاند بقى لكل ده، وجبت الاي شادو الليكويد ده حطيت منه في اول عيني علشان ينور العين. احنا عايزين نعمل حاجات خفيفه مناسبه للصبح. جبت كمان الرموش وركبتها. يا جماعه الميك اب ده بيتعمل للفجر خلاص، فانا بحاول اعمل حاجات بسيطه وبسرعه. وشلت بقى اللزق. بصوا رسمه العين خفيفه ورقيقه جدا ازاي. جبت بقى الايلاينر بتاع شجلام والايلاينر بتاع اماندا. عملت الايلاينر سحبه العين باماندا من قدام ومن ورا زي ما انتم شايفين كده. ان بتاع شجلام حلو بس بتاع اماندا بيظبط معايا دايما اكتر. رسمت بقى ووز العين واخر العين، وحطيت في تحت العين من تحت كده اللي هي النفخه بتاعه العين دي اللون البني اللي انا حاطاه فوق المحروق ده. وحطيت اي شادو ليكويد بني حاجات خفيفه خالص. وحطيت كمان بلاشر منه كونتور ومنه بلاشر. ما رضيتش احط كونتور علشان ما اغمقش وشي اكتر من كده، يعني قلت كده يبقى حلو قوي. وعدت على كونتور الانف وجبت الهايلايتر كده ولمعت بشرتي. ما انا لازم ابقى ياسمين عز كده واشرف ابني، امال ايه، انا رايحه عنده استدعاء ولازم اروح بكامل اناقه. المهم كده ابتديت خلاص ان انا اخلص. حطيت الهايلايتر كده عشان وشي يبقى فيه لمعه. لو لسه بتتفرجي قولي لي بتتابعيني منين وتدي اللوك ده كام من 10 وطلعت شبه ياسمين ولا لا، وايه رايكم في رسمه العين. وجبت بقى الروج ده مناسب جدا للصبح. طبعا مش هينفع نحط حاجات فيها احمر ولا نبيتي ولا الكلام ده، فجبت بقى الروج ده وقلت هحطه عشان يبقى مناسب للصبح. وجبت بقى الماسكارا، نسيت امسكر رموشي عشان ما يبانش ان انا حاطه رموش، قلت احط في رموشي ماسكارا عشان كان فيها ابيض مكان الباودر والفاونديشن. وحطيت كمان من تحت وظبطت كده رموشي زي ما انتم شايفين. والمفروض ان كده اللوك خلص. عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في اللوك، تدوا له كام من 10 وشبه ياسمين ولا لا. انا حاسه ان انا طلعت نسخه من ياسمين. ايه رايكم في اللوك؟ بحبكم قوي. باي.